بيبدأ الفيلم مع الخياط الإنجليزي ليونارد وهو في محل الخياطة بتاعه وبيصنع بدلة جديدة، وبيفكر نفسه بإن الأهم من إنك تاخد المقاسات بشكل صحيح هو إنك تكون عارف الشخصية بتاعت الشخص اللي هيلبس البدلة بعد ما تصنعها، وإنك المفروض تحسس زبونك إنك صنعت له بدلة مميزة عن كل البدل اللي إنت صنعتها للناس اللي قبله، علشان لما يلبس البدلة يحس إنها أظهرت كل علامات الجمال اللي هو ما كانش شايفها في نفسه قبل كده. وفي الحالة دي هو عمره ما هيروح لصانع ملابس غيرك. وساعتها مايبل المساعدة بتاعته بتوصل وبتاخد فنجان القهوة بتاعها وبتروح تشرب سيجارتها عند الشباك في صمت، وبتبدأ تستقبل الزباين وتساعد ليونارد في أخذ المقاسات. وبيدخل ناس كتير للمحل علشان يحطوا الجوابات بتاعتهم داخل صندوق البريد اللي جوه المكان. والغريبة إن ليونارد عمره ما ركز معاهم ولا اتشتت بسبب وجودهم، رغم إنهم بيدخلوا عليه الأوضة بتاعته أثناء الخياطة. وبعدها ريتشي وابن عمه فرانسيس بيدخلوا ياخدوا الجوابات بتاعتهم من الصندوق، وبيكون واضح عليهم انهم يعرفوا ليونارد كويس على عكس كل الناس اللي كانت بتدخل المكان قبل كده. وبيلاحظ ريتشي ان البدله اللي ليونارد بيصنعها مميزه عن كل البدل اللي فاتت، وبيتكلم معاه وبيفهمه ان اكيد البدله المميزه دي محدش هيلبسها غير ابوه، لكن ليونارد بيفهمه انها لشخص تاني. ولما ريتشي بيساله مين الشخص ده بيرفض يجاوب، وبيفكروا بالقاعده الاساسيه بتاعته وهي انه ما تعودش يقول اسرار الزباين. وبيحكي له ان ابوه السيد بويل كان عنده امبارح وطلب منه يعمل له بدله جديده علشان يحضر بيها حفله خاصه بالشغل. وقتها فرانسيس بيوري لريتشي جواب جاي لهم من منظمه الزي، فبيطلب ريتشي من ليونارد انه يطلع مكتب الاستقبال يشوف مايبل بتعمل ايه. وفعلا ليونارد بيروح لمايبل وبيقفل باب المكتب عليهم، وبيلاحظ ان جات لها بلوره هديه جديده، فبيسالها يا ترى البلوره جواها ايه المره دي، وبيتوقع انه ممكن يكون برج بيزا المائل. لكن مايبل بتفهمه ان توقعه غلط، وبتعرفه انها مش فاهمه ايه المميز في البرج ده غير انه مائل. وبتقول له ان البلوره الجديده جواها مدينه لندن، وبتوريها له وبتعرفه ان البلد وحشتها جدا وانها نفسها تسافر في اسرع وقت. وبتساله هو ايه اللي مخليه متمسك بالمكان ده رغم انه ملوش اي حد فيه. فبيفهمها ليونارد انها موجوده وانه بيحس ان هو مش ناقصه اي حاجه طول ما هي والمقص بتاعه معاه. بس مايبل بتفاجئه وبتعرفه انها مش هتفضل معاه على طول لان ساعه بن مستنياها. وساعتها ريتشي وفرانسيس بيدخلوا عليهم ويودعوهم وبيمشوا. وفي الليل مايبل بتساعد ليونارد في تطبيق المناديل بتاعت البدل، وبيلاحظ ليونارد انها بترتبها بشكل عشوائي، وبيستغل انها خرجت تجيب حاجه وبيظبطها. لما مايبل بترجع بتكتشف اللي عمله وبتبص له وبتبتسم وبتبادلهم تاني. وبيتكلم ليونارد معاها وبيعرفها انه شاف شاب لطيف جدا وبيعرض عليها انه يعرفهم على بعض، لكن مايبل بترفض وبتفهمه انها عارفه انه بيعاملها زي بنته وعايزها تحب وتعيش حياه سعيده، بس هي مش حابه تشوف فيه صوره ابوها اللي كان بيعاملها بطريقه مش كويسه. وانها عارفه كمان انه عاوز يعلمها الشغل علشان هي اللي تدير المحل بعد ما حياته تنتهي. وبتاكد له ان ده مستحيل يحصل لانها تسيب البلد وتسافر، وبتودعه وبتمشي. واثناء ما كان ليونارد قاعد شغال بالليل لوحده بيتفاجئ ان مايبل وريتشي داخلين للمحل مع بعض. وبيتكلم ريتشي مع مايبل وبيعرفها ان فرانسيس بلغ ابوه انه شاكك بان في جاسوس في وسطهم بينقل الاخبار لجماعه لافونتين، لكن ابوه ما صدقهوش لانه مش فرد من العيله زي ما الناس معتقده ولا حتى ايرلندي زيهم. وبيأكد لها انه يعرف كل الحاجات اللي فرانسيس عملها في ابوه. وفي الوقت ده ليونارد كان واقف بيسمع كل الكلام اللي قالوه، وبتقع منه القطعه المعدنيه اللي بيستخدمها في الخياطه على الارض من غير ما يقصد. ولما ريتشي بيسمع الصوت بيدخل الاوضه علشان يشوف مين اللي جوه، وبيتفاجئ ان ليونارد نايم، فبيعتقد انه محسش بوجودهم وبياخد مايبل وبيمشي. وبيتكلم ليونارد مع نفسه وبيقول ان امتع حاجه في الحياه هي ان الشخص يراقب ويكتشف اللي بيحصل حواليه في صمت. وبعد فتره ليونارد بيقعد يشتغل في المحل بالليل لوحده كالعاده، وبيسمع جرس الباب بيرن، فبيستغرب جدا لان الوقت اتاخر. ولما بيفتح بيكتشف انهم فرانسيس وريتشي، وبيلاحظ ان في صوت عربيات شرطه معديه من قدام المكان. وبيتفاجئ لما بيلاقي ريتشي متصاب برصاصه، وساعتها فرانسيس بيضربه بالسلاح على راسه وبيسأله لو كان في حد غيره موجود في المكان، فبيأكد له ليونارد انه لوحده. وبياخدهم وبيدخلوا المخزن بتاع القماش وبيحاول يعالج الجرح بتاع ريتشي. وبيتكلم فرانسيس مع ريتشي وبيعرفوا ان الشرطه ورجال العصابات كانوا بيجروا وراهم علشان ياخدوا الشنطه اللي معاه، وبيفهموا هو يعمل ايه لو حد فيهم اقتحم المكان. وبيروح فرانسيس يتصل ببويل ابو ريتشي وبيبلغه باللي حصل وبيطلب منه يبعت لهم دكتور، لكن بويل بيعرفه ان الدكتور بتاعهم اختفى ومحدش يعرف مكانه، وبيأكد له انه هيروح له في اسرع وقت. وبيتكلم ليونارد مع فرانسيس وبيفهمه ان ريتشي حالته خطيره وانه لو ما تعالجش حياته هتنتهي، وبيعرفه انه كان بيخدم في الحرب وشاف حالات زي دي كتير. وقتها فرانسيس بيؤمر ليونارد انه يخيط الجرح بتاع ريتشي على اساس انه خياط شاطر ومعاه الابره والخيط اللي هم محتاجينها.
ولما بيحاول ليوناردو يفهمه إنه مش هيقدر يعمل ده، بيصوب فرانسيس عليه السلاح وبيهدده بإنه هينهي حياته لو ما عملش اللي قال له عليه. فبيضطر ليوناردو ينفذ أوامره. ولما بيلاحظ إن ريتشي فقد الوعي بيحط إيده عند بقه وبيشوف نفسه علشان يتأكد إنه لسه عايش. وبعدها فرانسيس بيتكلم مع ليوناردو وبيعرفه إنه لازم يخرج يعرف مين الجاسوس اللي في وسطهم، وبيسيب الشنطة بتاعته على الترابيزة وبيأكد عليه إنه لازم يرجع يلاقي الشنطة في مكانها. وبيسألوا ليوناردو هم شغالين إيه، وبيفهموا إنه يعرف العيلة بتاعتهم من فترة طويلة بس ولا مرة سأل حد فيهم السؤال ده. وساعتها فرانسيس بيأكد له إنه يعرف كل حاجة عن شغلهم، وبيعرفوا إنه حاليا بقى فرد من العيلة بتاعتهم، وبيبلغوا إن المباحث الفيدرالية كانت حاطة لهم جهاز تنصت في المحل بتاعه علشان يعرفوا هم بيخططوا لإيه، لكن هم قدروا يكتشفوا ده بكل سهولة بمساعدة الناس اللي شغالين في المباحث الفيدرالية تبعهم. وقدروا كمان إنهم ياخدوا الشريط اللي اتسجل، ولما جه يسمعوا رجال مؤسسة لافونتين هاجموا عليه وبيفهموا إن لافونتين لو خدوا الشريط هيعرفوا يقضوا عليهم بكل سهولة، وبيودعوا وبيمشي. ومع الوقت ريتشي بيفوق وبيتكلم مع ليوناردو وبيشكره على إنه أنقذ حياته، وبيستغرب جدا لما بيعرف منه إن فرانسيس حكى له عن موضوع الشريط لأنه مش من نوع الأشخاص اللي بيتكلم كتير مع حد. وبيحكي له ليوناردو إنه أول ما وصل لشيكاغو ما كانش يملك أي حاجة غير عدة الخياطة بتاعته، لكن بفضل أبوه هو بقى عنده محل لأنه كان أول زبون عنده. وبيسأله لو كان شاكك في إن فرانسيس هو نفسه الجاسوس ولا لأ، لأنه أقرب شخص للعيلة بتاعتهم رغم إنه مش واحد منهم. لكن ليوناردو بيسكت ومش بيرد على سؤاله، وبيفهموا ليوناردو إنه ممكن يكون هو الجاسوس اللي بيدوروا عليه. فبيضحك ريتشي بطريقة هستيرية وبيأكد له إن ده مش حقيقي لأنه مجرد خياط بسيط. فبيتضايق ليوناردو وبيعرفه إنه صانع ملابس مش خياط، وإن في فرق كبير جدا بينهم، لأن الخياط بيركب زراير وبيقصر البنطلون أو بيطوله مش أكتر. وساعتها ريتشي بيلاحظ إن الشنطة بتاعت فرانسيس موجودة على الترابيزة، وبيسأل ليوناردو هو راح فين، وبيبلغوا ليوناردو إنه راح يدور على الجاسوس اللي في وسطهم ويجيب جهاز يقدر يسمع من خلاله اللي موجود جوه الشريط. وبيفهموا إنه معتقد إن ممكن يكون فرانسيس هو نفسه الجاسوس، وبيعمل كده علشان يبعد الشبهات عنه. وقتها فرانسيس بيوصل وبيتكلم ريتشي معاه وبيسأله عن المكان اللي كان فيه، وبيعرفوا فرانسيس إنه عمل شوية مكالمات وعرف من خلالها إن في مكان قريب عنده أجهزة متخصصة لسمع الشرايط، فرجع علشان ياخد الشريط ويروح يسمعه. وبيطلب ريتشي من فرانسيس إنه يستناه لحد ما يجيب الجاكيت بتاعه ويرجع علشان يروح معاه، لكن فرانسيس بيرفض وبيفهمه إنه لازم يستنى أبوه. وساعتها ريتشي بيتهمه إنه عاوز يروح لوحده علشان محدش غيره يسمع كل اللي جوه الشريط، وبيقف قدام الشنطة علشان يمنعه من إنه ياخد الشريط. ولما فرانسيس بيحاول ياخدها بالقوة بتقع على الأرض وبتتفتح، وبيتفاجئ ريتشي إن الشريط مش جواها، وبيصوب المسدس على فرانسيس وبيسأله عنه وبيأكد له إنه عمره ما وثق فيه من أول يوم شافه رغم إنه كان بيتعامل معاه كويس. فبيأمره فرانسيس يبطل تمثيل ويخرج الشريط فورا، وبيتوتر ليوناردو جدا وبيحاول يهديهم لكن مش بيعرف. فبيرجع خطوة لورا من كتر الخوف، وبيستغل فرانسيس إن ريتشي بص على ليوناردو وتشتت، وبيطلع المسدس بتاعه وبيضرب عليه نار. ولما ريتشي بيقع على الأرض فرانسيس بيقرب منه وبيعرفه إنه شخص ضعيف، وبيضرب عليه طلقة ثانية وبينهي حياته. وبيسأل ليوناردو عن المكان اللي ريتشي خبى الشريط فيه، لكن ليوناردو بيأكد له إنه ما يعرفش، وبيعرفه إن بويل فاضله لحظات ويوصل. وفي الوقت ده جرس الباب بيرن، وبيطلب فرانسيس من ليوناردو إنه يطلع يشوف مين لحد ما هو يخبي الجثة. وفعلا ليوناردو بيطلع يفتح وبيكتشف إنه بويل والمساعد بتاعه مونك، وبيتكلم بويل معاه وبيشكره على الخدمة اللي هو قدمها له ولعيلته. ولما فرانسيس بيخرج بيسأله بويل عن ريتشي، فبيخدعه فرانسيس وبيبلغه إنه خرج يقابله علشان يسلمه الشريط. فبيستغرب بويل جدا وبيلومه على إنه سابه يخرج لوحده رغم إنه مسؤول عن حمايته. وبيروح يتصل بشخص من المساعدين بتوعه وبيطلب منه يبلغه أول ما ريتشي يوصل البيت. وساعتها فرانسيس بيعرفه إنه هيخرج يدور عليه بنفسه وبيودعه وبيمشي. وبتتكلم بويل مع ليوناردو وبيعرفوا إنه تعاون مع منظمة جديدة اسمها الزي، وإنه بيتواصل معاهم بالرسائل، وبيفهموا إنه هم اللي بعتوا له الشريط، واتفقوا معاه إنهم يخلصوا على كل عصابة لافونتين، وبيفهموا إنه كان ندمان لأنه سلم الشريط لفرانسيس. ولما بيلاحظ إن شاكيت البدلة بتاع ريتشي متعلق بيستغرب جدا، وبيسأل ليوناردو إزاي ابنه خرج من غير ما يلبس الجاكيت بتاعه رغم إن الجو برد جدا، وبيطلب منه يحكي له عن الحقيقة. بيحاول ليوناردو يحكي لبويل الحقيقة، وقبل ما يتكلم بيتفاجئ إن فرانسيس دخل عليه وهو مصوب المسدس على مايبل، فبيخاف يحكي حاجة لبويل، لكن بويل بيطمنه وبيأكد له إنه هيحميه هو ومايبل. وبيفهموا إن هم كمان مصوبين مسدس على فرانسيس زي ما هو مصوب على مايبل، وده معناه إنهم متعادلين في القوة، بس ليوناردو بيخاف على مايبل. وبيفهم بويل إن فرانسيس خلص على شخص من عصابة لافونتين.
وبيتكلم فرانسيس مع بويل وبيعرفوا انه راح لميبل البيت بسبب انه كان شاكك انه ريتشي عندها، انهم مرتبطين في السر. ولما لاحظ ان في بقعة دم على السجادة بتاعته جابها لهنا علشان تعترف هي عملت ايه في ريتشي. لكن ميبل بتنفي علاقتها بريتشي وبتعرفهم انه كان بالنسبة لها مجرد زبون وبس. وبيتدخل ليونارد في الكلام وبيأكد لهم كلام ميبل وبيفهمهم انه يعرفها من فترة طويلة ومتأكد انها مستحيل تقدر تعمل كده. بس بويل مش بيصدقهم وبيؤمر مونك ياخدها للمخزن وما يسيبهاش غير لما تعترف بمكان ريتشي. وساعتها ليونارد بيتوتر جدا وبيكون عاوز يمشي، لكن فرانسيس بيمنعه وبيصوب عليه المسدس. وبيتكلم ليونارد مع بويل وبيعرفه انه النهارده مش هيقدر يشوف اللحظه اللي هيخلص فيها على ميبل، وبيفهمه انه حاسس بيه لانه كان عنده بنت. وبيحكي له انه لما كان في لندن في حريق حصل في المحل بتاعه وهو ما حسش بيه من كتر ما كان مركز في الخياطه، وبسبب اللي حصل الحريق فضل يزيد لحد ما وصل لبنته ومراته اللي كانوا عايشين فوق المحل، وهو ما قدرش يعمل اي حاجه غير انه ياخد عده الخياطه بتاعته ويهرب ويجي يعيش هنا في شيكاغو. وقتها جرس التليفون بيرن وبيرد ليونارد وبيمثل ان الشخص اللي بيكلمه يبقى ريتشي، وبيبلغ بويل لانه مستخبي من رجاله لافونتين لانهم هجموا عليه لما كان رايح له، وبيسلموا عنوان وهمي وبيفهموا انه مستنيه هناك. وبيصدقوا بويل وبياخد مونك وبيمشي. وبيتكلم فرانسيس مع ليونارد وبيسأله مين الشخص اللي بيكلمه في التليفون، فبيعرفوا ليونارد انه واحد من المساعدين بتوع بويل وانه كان بيتصل علشان يبلغهم ان ريتشي لسه مرجعش. وبيفهموا ان اللي هيحصل دلوقتي هو ان عصابة لافونتين هيهجموا على بويل ورجالته. ولما فرانسيس بيصوب المسدس على ميبل علشان يخلص عليها بيمنعوا ليونارد وبيفهموا انه محتاجها لانها الجاسوسة اللي هم كانوا بيدوروا عليها، وهي الوحيدة اللي هتقدر توصل لعصابة لافونتين وتبلغهم بمكان بويل واللي معاه. وبيتكلم مع ميبل وبيفهمها انه كان عارف انها مرتبطة بريتشي علشان تاخد منه معلومات وتنقلها لعصابة لافونتين. وبتتفاجئ ميبل لما بتكتشف ان ليونارد كان عارف سرها طول الفترة دي وما بلغش عنها لبويل. وساعتها فرانسيس بيفهم ليونارد انه مستحيل يسمع كلامهم ويخون بويل، فبيأكد له ليونارد انه ما عندوش غير اختيارين. الاختيار الاول هو ان هما الثلاثة حياتهم تنتهي حالا، والتاني انه يسمع كلامهم ويبقى الزعيم بتاع العصابة. وبيوافق فرانسيس، وفعلا ميبل بتنفذ الاتفاق وبتتواصل مع عصابة لافونتين وبتتكلم مع فرانسيس وليوناردو وبتبلغهم ان العصابة محتاجين الشريط مقابل الفلوس اللي هيطلبوها، وان نيكي زعيمة العصابة هتيجي تسلمه بنفسها. وهنا بنكتشف ان ليونارد هو اللي كان سارق الشريط ومخبيه في البطانة بتاعت البدلة الجديدة اللي كان بيصنعها. وبيروح يجيبه وبيسلمه لفرانسيس وبيتفق مع فرانسيس انه هيستخبى في الأوضة، ولما يتأكدوا ان نيكي معاها الفلوس يديله إشارة علشان يخلص عليهم. وبعدها نيكي والمساعدين بتوعها بيوصلوا وبيطلع شنطة الفلوس قدامهم وبتسألهم عن الشريط، لكن ليونارد بيعلي صوته وبيسألها هي اللي جاية من غير الفلوس، وبيشاور لها على المكان اللي فرانسيس مستخبي فيه. فبتفهم نيكي وبترد عليه بأنها لازم تشوف الشريط الأول. وساعتها المساعدين بتوع نيكي بيقفوا قدام باب الأوضة اللي فيها فرانسيس، ولما بيخرج بيصوبوا عليه المسدس في نفس اللحظة اللي هو بيصوب فيها مسدسه على نيكي. وبتتكلم نيكي معاه وبتعرفه انها عايشة في شيكاغو من سنين، وانها صاحبة اكبر مالها ليلي موجود في المكان، وان كل الناس بيحبوها لدرجة انهم ما شكوش للحظة انها زعيمة العصابة. وبتفهموا انها كرهته هو وعيلته من اول لحظة هم وصلوا فيها للبلد، لانهم كانوا مخوفين الناس ومعيشينهم في رعب، وانها ما ارتاحتش غير لما شافت اللحظة اللي حياة بويل بتنتهي فيها، وهتتبسط اكتر لما تخلص عليه هو كمان. وقتها ليونارد بيشجعها وبيأكد لها ان المسدس اللي مع فرانسيس ما فيهوش طلقات لانه استخدمهم في اثناء حياة ريتشي. وفعلا رجالة نيكي بيخلصوا على فرانسيس وبتستلم نيكي الشريط وبتودعهم وبتمشي. وبيتكلم ليونارد مع ميبل وبيطلب منها تاخد الفلوس وتسافر للندن علشان تعيش الحياة السعيدة اللي هي كانت بتحلم بيها. لكن ميبل بتفهمه انهم لسه ما بقوش في امان، لان عصابة الزي مش هيسيبوهم غير لما يخلصوا عليهم بسبب اللي هم عملوه. فبيبتسم ليونارد وبيقوم يجيب الجهاز اللي كان بيبعت منه الرسائل لبويل. وهنا بنكتشف ان مفيش عصابة اسمها الزي من الاساس، وان ليونارد هو اللي كان بيبعت الرسائل وبيحطها في البريد. وبتطلب ميبل منه انه يسافر معاها، بس ليونارد بيرفض وبيفهمها انه مش عاوزها تعيش اجمل ايام في حياتها وهي بتهتم بيه. وبتاخد ميبل الفلوس وبتودعه وبتمشي. وساعتها ليونارد بيقرر انه يهرب وبيدخل يلبس البدله الجديده اللي كان صانعها وبيجمع ادوات الخياطه بتاعته وبيرمي بنزين في المحل وبيولع فيه. وبيتفاجئ لما بيكتشف ان فرانسيس لسه عايش، وبيصوب فرانسيس عليه المسدس وبيضرب اخر طلقه موجوده فيه. ولما بيلاحظ ان الطلقه جت في دراعه بيطلع آلة حادة علشان يخلص عليه. وبيتكلم ليونارد معاه وبيحكي له انه كان زمان شغال في عصابته وسابهم وهرب بعد ما وقع في الحب،
وعاش حياة طبيعية مع مراته وبنته، لكن هم قدروا يوصلوا له وولعوا في المحل والبيت بتوعه وبيفهموا إنه معاه هدية. ولما فرانسيس بيحاول يهجم عليه بيطلع المقص بتاعه وبيطعنه بيه، وبيقع فرانسيس في الأرض وحياته بتنتهي. وبيخرج ليونارد من المحل وهو مقرر إنه يبدأ حياة جديدة في مكان تاني. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس.